ايه الغندورة الجديدة بتاعة الحتة خرجت. انا مش عارفة الناس دي عارفة تعيش كده وطايقة نفسها ازاي. ده انا هوريكم حاجة تقيلة قوي دلوقتي بتحصل كل يوم بعد ما جوزها ينزل الشغل. بس ركزوا معايا كده. استني يا هانم، ما ينفعش نرمي اتهامات من غير ما نفهم. الست دي جديدة ومحدش يعرف عنها حاجة. خلينا نشوف الأول. يعني هي دي الست اللي سكنت في المنطقة جديد؟ هي لحقت تعمل لك ايه علشان مخلياكي بتتكلمي عليها بالشكل ده؟ وفجأة شفنا الست حاضنة شاب ورايحة بيه ناحية السرير. اهو شفتوا، دي مش لقطة بريئة ولا عطف هي كده كده ما بتخلفش، لكن ده ذنب كبير وبيتعمل كده قدام عينينا من غير خوف ولا كسوف. انا نفسي اصدق انها مظلومة، بس اللي قدامي بيكسر قلبي. معقولة واحدة تعمل كده وبكل الجراءة دي؟ بس اللي احنا شايفينه ده لو طلع له معنى تاني، لو احنا يعني فهمنا غلط، ساعتها الذنب هيبقى تقيل قوي علينا. لا طبعا، ده احنا لازم نفضحها ونطردها بره الحارة كلها. في اللحظة دي ومن غير ما نعرف كسرنا سمعة ست بريئة، والحقيقة اللي ظهرت بعد كده كانت أوجع بكتير من أي اتهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا من القصة اللي فاتت، والنهاردة جاية لكم بقصة جميلة جدا وإن شاء الله تعجبكم. بس في البداية صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ قصتنا. أنا جمالات وساكنة في منطقة شعبية، وأنا زي معظم الستات اللي بيسكنوا في المناطق دي بنتلم ونسلي نفسنا بسيرة الناس وأخبار المنطقة. وكان في واحدة في المنطقة هنا اسمها هانم، ما كانتش بتسيب حد في حاله، وكانت عارفة كل أخبار المنطقة، واللي ما كانش حد يعرفه تلاقيها هي عارفاه. لحد ما في يوم سكنت واحدة غريبة في منطقتنا وحصل اللي عمرنا ما كنا نتخيله. ما تخلصي يا هانم، لو عندك حاجة تقوليها قولها على طول، ولا انت على رأي جمالات مصنع على الفاضي وما تعرفيش أي حاجة عن أي حد أصلا؟ طب أنا بقى مش هتكلم، ولازم أخليكوا تشوفوا بعينيكم. كل واحدة فيكم بعد ما تخلص اللي وراها ابقوا تعالوا عندي على الشقة، وأنا هخليكم تشوفوا العجب. وفعلا روحنا من السوق وخلصنا اللي ورانا، واتقابلت أنا وفوزية ورحنا عند هانم. كان نفسنا نلاقي موضوع جديد نعرف نسلي بيه نفسنا. قولولي بقى، عايزين تشربوا ايه؟ شاي ولا تحبوا اعمل لكم قهوة؟ ده انا جوزي جايب قهوة انما ايه، مفيش زيها في المنطقة كلها. احنا مش جايين نتضايف، مش عايزين ولا شاي ولا قهوة، احنا جايين نعرف ايه موضوع الست اللي سكنت جديد دي. بس اوعي تكوني بتتبلى عليها يا هانم، اصل الواحد مش ناقص يشيل ذنوب، والست دي من يوم ما سكنت وهي في حالها ولا بتخرج ولا بتكلم حد. ما هي مش عايزة تخرج ولا تكلم حد علشان محدش يعرف المصايب اللي هي مخبياها وبتعملها، بس ربنا أراد يكشفها على حقيقتها، وشفتها وهي بترتكب جريمتها بعين الاتنين دول. وشفتيها فين بقى إن شاء الله؟ هو انتي كنت كلمتيها قبل كده ولا دخلتي بيتها حتى علشان تعملي الحوار ده كله؟ لا بقولكوا ايه، هو انتوا ناسين ان هي ساكنة في العمارة اللي قصادي على طول، وبيني وبينها اقل من مترين. يعني انا اعرف عنها كأني عايشة في بيتها بالظبط. خليكم مركزين بس في البلكونة بتاعتها كده وانتوا هتشوفوا اللي بيحصل. فضلنا فعلا باصين في البلكونة بتاعتها وشفناه وهي حاضنة راجل، ومشي بيه شوية لحد ما راحوا عند السرير ونيمته ونامت جنبه. شفتوا بعينيكم المصيبة اللي حصلت دلوقتي دي؟ كويس ان هي عملت كده قدامكم علشان بس ما تقولوش عليا اني بألف كلام من دماغي. والله العظيم انت ست مجنونة. هو ايه اللي احنا شفناه بعينينا ده واللي انت معتبراه فضايح؟ انا ما شفتش اي حاجة غلط. يعني انت شايفة ان دي حاجة عادية انها تحضن شاب وتنام جنبه على السرير كمان؟ ده كل يوم بعد ما جوزها ينزل الشغل. ما يمكن ابنها ولا اخوها. بقولك ايه، انا هقوم امشي اشوف اللي ورايا علشان انت شكلك فاضية كده ورايقة، وانا ماليش دماغ لكلام العيال بتاعك ده. انتوا بتقولوا كده علشان ما تعرفوش اي حاجة. اللي هي كانت حضناه ده يبقى اخو جوزها، وهي كل يوم بتخلي جوزها ينزل على الشغل، وزي ما انتوا شايفين كده بينتهكوا كل محرمات ربنا. ده حتى ما بيهونش عليها تقفل البلكونة علشان تداري على فضيحتها. دي بكل بجاحة بتعمل مع كل حاجة حرام، وبتبقى شايفاني وانا واقفة في البلكونة، يعني مش همها اي حد ولا فارق معاها حد.
وانت ايه اللي عرفك بقى ان هو اخو جوزها ان شاء الله؟ ما يمكن ابنها. هو انت مش شايفة ان هو شكله شاب صغير وهي باينة عليها ست كبيرة في السن؟ يعني مش صغيرة، دي من دورنا تقريبا، يعني عندها 40 سنة، يعني مش طفلة يا هانم. اولا بقى انا متأكدة وواثقة من الكلام اللي انا بقوله ده، اصل الست دي ما بتخلفش، عندها عيب خلقي في الرحم، بس علشان هي وجوزها يبقوا ولاد عم واخدين بعض عن حب، فهي مرضتش تتطلق منه، واللي معاها ده بقى يبقى اخو جوزها بس لسه في الكلية. نزلنا من عند هانم واحنا مش مقتنعين باللي هي بتقوله بصراحة، بس سكتنا وقلنا اهو موضوع نسلي بيه نفسنا وخلاص. بس هانم ما سابتش الست في حالها، وبقت عمالة تلقح عليها في الرايحة وفي الجاية، وتتكلم عليها مع كل الناس، لحد لما المنطقة ما بقاش ليها أي سيرة غير الست دي والعلاقة المحرمة اللي هي عاملاها مع أخو جوزها. بعدها قعدت مع جوزي سعيد وقال: بقولك ايه يا جمالات، هو انت ليكي اي علاقة بالست اللي ساكنة جديد في المنطقة هنا، اللي هي مرات الأستاذ رأفت؟ لا طبعا، أنا عمري في حياتي ما اتكلمت معاها ولا قلت لها صباح الخير حتى من يوم ما سكنت عندنا هنا في المنطقة. بس ليه بتسأل؟ في حاجة ولا ايه؟ أصل الأستاذ رأفت جوزها طلع الرئيس المباشر بتاعه في الشغل، ولسه منقول جديد عندنا، وهو الوحيد اللي يقدر يلغي لي قرار النقل بتاعي، وكنت مفكرك صاحبتها فقلت تتوسطي لي عندها، يعني علشان تكلم جوزها. طيب بقولك ايه، أنا ممكن بكرة إن شاء الله هاخد فاكهة أو حلويات وأروح أتعرف عليها، ايه رأيك بقى في الفكرة دي؟ ممتاز أوي الكلام ده، أنا عايزك تعملي كده بسرعة، حاولي تبقي صاحبتها علشان قرار النقل ده يتلغي، بدل ما أسيبكم لوحدكم هنا وأسافر وهبقى قلقانة عليكم. وبعدين هي أصلا باين عليها ست كويسة وأحسن من هانم اللي انت مصاحباها دي، اللي ما وراهاش حاجة غير سيرة الناس. لا بقى، ملكش حق يا أخويا، دي هانم دي هي اللي عرفت تجيب لنا أخبارها، ده انت مش عارف الست الجديدة دي وحشة قد ايه، دي بتعمل حاجات مش كويسة مع أخو جوزها، واللي كشف الفضيحة كلها هي هانم اللي مش عاجباك دي. انت باين عليكي كده اتجننتي، الأستاذ رافت ملوش اخوات وده على حد علمي يعني، وبعدين هي لا تعمل مصيبة زي اللي انت بتقولي عليها دي هتسيب واحدة نمامة زي هانم تعرف، ولا هتخلي حد يعرف أصلا؟ مش هتخلي عندك عقل كده وتبطلي تمشي ورا اللي اسمها هانم دي وتشيلي نفسك ذنب كبير زي ده؟ وانت ايه اللي عرفك بقى ان هو ما عندوش اخوات؟ اذا كنت انا وهانم فوزية شفناه وهي حضن الشاب والبلكونة مفتوحة، وكنا قاعدين في البلكونة وكانت شايفانا، ما فكرتش حتى تستخبى مننا. انا طول عمري رأيي انك ست ما عندكش عقل، بقى اللي هتعمل حاجة حرام وتخون جوزها هتسيب البلكونة مفتوحة وتبقى شايفاكم كده وانتوا قاعدين بتتفرجوا عليها، ويبقى الموضوع بسيط قوي عندها؟ طب ايه رأيك بقى ان انا مصمم تروحي تتعرفي عليها، علشان انا واثق ان اللي اسمها هانم دي ست مش كويسة وكدابة، لان الاستاذ رأفت جوزها من ساعة ما جه ومسك الشغل عندنا وهو بيخلينا نسيب اللي في ايدينا وقت الصلاة، وبيحكم علينا نصلي كلنا الأول حتى لو الشغل متأخر، وبيقول لنا ان فرض ربنا أهم. يبقى إنسان زي ده عمره هيتجوز واحدة مش كويسة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يكفينا شركم. بصراحة أنا طول عمري كنت بثق في رأي جوزي وفي نظرته في الناس، لأنه عمره ما كان بيقول لي أي حاجة غير لما تطلع صح. وفعلا تاني يوم جبت طبق حلويات كبير ورحت للست ورحبت بيا جدا، مقابلتها كانت كويسة قوي. أنا أسفة لو اتأخرت يعني على ما جيت علشان أتعرف عليكي، بس بصراحة كنت مكسوفة أجيلك، خصوصا يعني إنك في حالك كده وما بتتكلميش مع حد، فقلت يمكن مش عايزة تتعرفي على حد في المنطقة هنا، وعلشان كده كنت خايفة أجيلك وتكسفيني. إيه ازاي بس بتقولي الكلام ده؟ ده انت شرفتيني ونورتيني، وتقدري تيجي تقعدي معايا في أي وقت تحبيه. أنا بس اللي مبحبش أخرج وأسيب هاني لوحده، أصل هو بيتخنق لما بسيبه قاعد لوحده كتير. هو هاني ده يبقى أخوكي ولا أخو جوزك؟ ما تأخذنيش يعني أنا بسأل، بس واضح قوي إنك بتحبيه ومهتمية بيه زيادة عن اللازم، وعلشان كده بسأل يعني من دافع الفضول مش أكتر. هاني ده يبقى ابني، بسم الله ما شاء الله، عنده دلوقتي 25 سنة. أمال يا حبيبتي ولا بنشوفه ينزل مع باباه، ولا حتى بينزل لوحده، ولا بينزل على القهوة ولا لصحاب؟ هو ماله حابس نفسه كأنه بنتي ليه؟ في الوقت ده لقيت دموعها نزلت من عينيها
وبقت بتكلمني وهي بتعيط. أصل هاني يا قلب أمه قاعد في البيت غصب عنه. أصل يوم ما اتخرج من الكلية وكان بيكلمني في الموبايل علشان يفرحني بالنتيجة، وحصل ربنا كاتبه بسبب عربية كان جاية بسرعة والسواق ملحقش يدي فرامل، ومن ساعتها واحنا بنعالج فيه ولحد الآن مفيش فايدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تأخذنيش يا حبيبتي، بس هو انت اللي بتعملي له كل طلباته وبتشيليه وبتحطيه كأنه عيل صغير؟ قصدي يعني ان هو ما بيعرفش يعمل اي حاجة لنفسه. بقولك العربية بهدلته خالص، ده انا حتى من يوم الحادثة وانا بنام معاه في نفس الأوضة، سواء ليل او نهار ما بخرجش من الأوضة ولا حتى بقوم من جنبه خالص. بخاف لا يكون عايز حاجة وانا ما اسمعهوش، يعني بيكون عايز يشرب او يدخل الحمام او اي حاجة زي كده. الله يكون في عونك ويصبرك على اللي انت فيه ده. طب ليه الأستاذ رأفت جوزك ما بيساعدكيش في الهم ده؟ يعني يشيل عنك الواد شوية لما يرجع من شغله. مش معقولة كله عليكي انتي. هو انتي هيبقى فيكي الصحة لإيه ولا ايه بس؟ ومين قالك ان هو ما بيساعدنيش؟ ده بيجي من الشغل يفضل قاعد معانا وبينام كمان على نفس الكنبة اللي في الأوضة، بس ما ينفعش ينام هو جنب هاني علشان رافض جوزي نومه تقيل شوية، ولو هاني احتاج أي حاجة مش هيحس بيه، علشان كده لازم أنا اللي أنام جنبه لأنه مبيقدرش يصحي حد، يا دوب بيتحرك كده أو يخبطني بإيده كده علشان يصحيني. ربنا يشفيه وتفرحي بيه وهو سليم وعافى. ومن النهاردة انت مش لوحدك، اعتبريني اختك وانا هاجي اطمن عليه على طول، ولو احتجتي اي مساعدة انا هسيبلك رقم موبايلي، اوعي تترددي انك تتصلي عليا، وانا هسيبلك اللي في ايدي واجيلك بالليل قبل النهار. بعدها سبتها ونزلت وانا دموعي على خدي علشان ظلمناها. صدقوني انا ما قلتلهاش انها تعتبرني اختها علشان جوزي عايز من جوزها مصلحة ولا اي حاجة من دي. انا قلت لها كده علشان اكفر عن ذنبي معاها، وعلشان فعلا كانت صعبانة عليا. وانا نازلة من عندها لقيت هانم واقفة هي وفوزية بيتكلموا. بصيت لهانم وقالت وهي بتضحك عليا: هو انتي قررتي تبقي لا مؤاخذة ولا ايه؟ انا شايفاكي كده نازلة من عند الست اللي فوق اللي مش محترمة دي. لو قررتي تمشي في طريق الحرام عرفينا علشان احنا ناس بنخاف ربنا وساعتها هنبعد عنك. والله ما فيش حد في المنطقة دي كلها مش محترم وقليل الرباية غيرك، ولو سمعتك بتجيبي سيرة الست أم هاني تاني أنا هقول لجوزك وهقول لإخواتك كمان، ومش هرتاح غير لما جوزك يطلقك وأخرب بيتك علشان تبطلي تجيبي سيرة الناس المحترمة. ده ايه اللي قلبك علينا قوي كده يا جمالات؟ بقى قاعدة واحدة مع الست دي قلبتك على هانم كده؟ هانم اللي صاحبة عمرك وبقى لنا سنين جيران ونعرف بعض وصحاب. ما هو أنا للأسف كنت مصاحبة واحدة ما تعرفش ربنا، واللي اتضح إن كل كلمة بتقولها على أي حد كدب وتأليف من دماغها. الست المحترمة اللي هي قالت لنا عليها كلام مش محترم وخلت المنطقة كلها تتكلم عليها ما بتعملش أي حاجة تغضب ربنا. واللي احنا شفناه كانت حضناه في البلكونة ده يبقى هاني ابنها، ربنا يشفيه، مريضه ما بيعرفش يتحرك فهي اللي بتعمله كل طلباته. لكن طبعا هانم فسرت الموضوع ده على مزاجها، وفعلا ساعد جوزي عنده حق. انا ما ينفعش اصاحب واحدة زي هانم لان صحوبيتها دي مجرد ذنب كبير هتحاسب عليه. واذا كنت يعني انا فهمت غلط وقلت اللي انا شفته غصب عني، ده ما يديكيش الحق انك تقولي عليا انسانة مش محترمة وان كل اللي بقوله كلام غلط. هو انا يعني ايه اللي عرفني ان هو ابنها وانها مش حاضنة حد غريب؟ هو انا يعني كنت اعرفها قبل كده؟ هو انت يا هاني مش قلتلنا انك تعرفيها وان هي ما بتخلفش علشان عندها عيب في الرحم، وان اللي معاها ده يبقى اخو جوزها؟ يعني كل كلامك ده كان تأليف من دماغك، وبسببك المنطقة كلها بتتكلم عن الست دي وبتقول عليها كلام ما حصلش. فعلا جمالات عندها حق، احنا ما ينفعش نعرفك ولا نتكلم معاكي مرة تانية. روحي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا شيخة، ربنا ينتقم منك. بعدها قطعنا علاقتنا بهانم، وبقت أي واحدة تجيب سيرة أم هاني بقيت أرد عنها، بقيتش مخلية أي حد يجيب سيرتها طول ما أنا موجودة، وبقيت كل يوم أطلع أقعد معاها أنا وفوزية ونضحك معاها ونفك عنها شوية. ومش كده وبس، ده ابني وابني فوزية اتصاحبوا على هاني وبقى ياخدوه من وقت للتاني معاهم يخرجوه علشان حالته النفسية، وكمان يروحوا يقعدوا معاه كل شوية ويضحكوا ويهزروا.
والموقف ده علمني إن أنا ما أتدخلش في حياة الناس ولا أسمع أي كلمة عن أي حد بيقولها، لأن دايما اللي بيقول أي حاجة بيقول اللي هو شايفه من وجهة نظره. أوقات كتير بيبقى اللي قدامك فاهم الموضوع غلط ويتسبب في ظلم ناس بريئة، زي ما حصل في موضوع أم هاني كده. ربنا يكفينا شر الظلمات جميعا، ده الظلم ظلمات يوم القيامة. ربنا يعافينا. يعني ايه الكلام ده؟ عملية ايه يا خالتي بهية؟ اختي ما عملتش اي عمليات قبل كده. والله يا بنتي ده اللي حصل، انا شفت بطنها بعيني وانا بغسلها، كان فيها جرح مفتوح وباين عليه لسه جديد. يا نهار ابيض، ومين عمل فيها كده؟ معنى كده انها مش ماتت موتة طبيعية. انا لازم اعرف الحقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا من القصة اللي فاتت، والنهاردة جاية لكم بقصة جميلة جدا وإن شاء الله تعجبكم. بس في البداية صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ قصتنا. أنا رحمة، عندي 27 سنة، عايشة في البيت أنا وأختي ووالدي ووالدتي. حياتنا كانت هادية جدا وما فيهاش أي مشاكل، وطفولتنا عدت بكل هدوء. خلصنا دراستنا وقعدنا في البيت مستنيين النصيب. وفي يوم كنت قاعدة أنا وأختي وبتقولي: بقولك إيه يا رحمة، أنا زهقت من القعدة في البيت والملل ده، إيه رأيك لما ننزل نشتغل سوا في أي مكان؟ شغل ايه بس يا سما؟ انت عارفة ان بابا رافض الموضوع ده، وان احنا ننزل ونشتغل، خصوصا ان احنا الحمد لله مش محتاجين، والحمد لله ربنا سترها معانا بقليل المرمطة والتعب. يا ستي انا بحب التعب، انا عايزة انزل واشوف الدنيا والناس بدل الحبسة في البيت دي. عاجبك يعني الوضع اللي احنا فيه؟ وماله وضعنا بس يا سما؟ ما احنا بناكل وبنشرب ومش ناقصنا اي حاجة والحمد لله، وبننزل نتفسح مرتين في الشهر، ولو عايزين اكتر هننزل، بس احنا اللي بنكسل. انا بقى مش عاجبني وضعي يا رحمة، وعايزة انزل اشتغل. حاولي تقنعي بابا معايا ان انزل واشتغل لو سمحتي. هحاول وامري لله. انا مش عارفة بس انت حابة المرمطة على ايه؟ عمري ما شفت حد بينام ويصحى براحته وعايز ينام ويصحى على مواعيد. وفعلا اتكلمت مع بابا انها تنزل وتشتغل، وحاولت انا وماما نقنع فيه، لكن كان رافض في البداية. وبعد كام محاولة اقتنع فعلا وبدأت تنزل الشغل. وبعد شهرين جاتلي ولقيتها بتقولي: انا بقولك إيه يا رحمة، انا عايزة اعترفلك بحاجة كده، بس مش عارفة هتكلم فيها مع بابا ازاي، ده لو عرف ممكن يضربني. حاجة ايه بس يا سما؟ وقعتي قلب قوليلي، ان شاء الله هساعدك. بصراحة كده أنا اتعرفت على شاب معايا في الشغل، هو زميل جديد معانا ومعجب بيا، وهو كمان اعترف لي بكده، وأنا معجبة بيه وعايز يجي ويتقدم لي. بس أنا مش عارفة أجيب الكلام ده لبابا ازاي، وخايفة أقوله إني كلمت شاب ينفجر فيا ويضربني. يا نهار أبيض يا سما، انت ازاي تكلمي ولد وكمان تكوني معجبة بيه من غير ما يكون حلالك؟ انت مش عارفة ان ده حرام؟ يعني انت خايفة من بابا ومش خايفة من ربنا؟ هو انا بقولك يعني يا رحمة علشان تقولي لي حلال وحرام؟ انا بقولك علشان تشوفي لي حل مع بابا واقدر اقوله. وبعدين ايه المشكلة يعني لما احب حد اهو جاي يتقدم لي وما تضحكش عليا؟ انا بجد مش عارفة اقولك ايه يا سما، ربنا يهديكي ويهديني يا حبيبتي. ان شاء الله هحاول اتكلم مع ماما في الموضوع ده وهي تقول لبابا، وان شاء الله خير. حاولت اتكلم مع ماما كتير واجيبها لها بطريقة تانية، وان هو اللي اعجب بيها في الشغل وكلمها علشان يتقدم لها، لكن ماما ما كانش مقتنعة ان حد يعجب بحد بالسرعة دي، وخصوصا انها ملهاش شهرين في الشغل. واول لما ماما كلمت بابا في الموضوع ده رد عليها وقال لها: ازاي الكلام ده يا عبير؟ هو في حد في الدنيا دي كلها يشوف حد من اول مرة ويكون عايز يتجوزه كده؟ دي حتى مكملتش شهرين في الشغل في الشركة، اوعي تكون بتكلموا من ورانا يا عبير. لا لا يا حاج ما تخافش، بنتك متربية، ده الواد دخل البيت من بابه لانه اول ما شافها واعجب بيها وتأكد من مشاعره ما قالهاش اي حاجة غير هاتي بس رقم بابا علشان يجي ويتقدم. ان شاء الله على خيرة الله، خليها تدي الرقم ويكلمني ونسأل عنه، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. وده فعلا اللي حصل، بابا سأل عليه
وعرف إن هما ناس ناقلين جديد في المنطقة، ومفيش غيره هو ووالدته قاعدين في البيت اللي كانوا متأجرينه. وجي والدي وقال لوالدتي: أنا قلقان يا عبير من الجوازة دي، الولد جديد في المكان وما نعرفش عن أهله حاجة، ومفيش غيره هو وأمه اللي قاعدين في البيت كله. طيب يتأجروا ليه بيت من الأول؟ ما كانوا تأجروا شقة هتكفيهم. بصراحة كده الموضوع يخوف. وإيه المشكلة لما يتأجروا بيت كامل؟ ما يمكن يكونوا ناس مبسوطين ومتأجرين البيت علشان ياخدوا راحتهم لما الولد يتجوز ويجيب عروسته ويكون قريب من أمه، بس مش في نفس الشقة. أيوة يا بابا، هو شكله مبسوط قوي، باين عليه من لبسه وعربيته إنها غالية. طيب اعملي استخارة يا سما يا حبيبتي، ولو فيه الخير ربنا هيقدمه ليكي، ولو فيه الشر ربنا هيبعده. أنا فعلا عملت يا رحمة، باقي دورك يا بابا. اقبل بالله عليك، أنا نفسي أتجوز زي باقي أصحابي، كل دفعتي كلهم معاهم عيال، مفيش غيري أنا اللي لسه متجوزتش. ما هي أختك قدامك اهي أكبر منك، وما اشتكتش ولا من جواز ولا من القعدة في البيت. وبعدين يا بنتي دي حياتك وانت حرة فيها، أنا كل اللي عليا أعمله إن أقف جنبك لما تحتاجيني. وأنا قلتلك إن أنا موافقة يا بابا، اديله ميعاد علشان يجي ويتقدم لي. وجه العريس هو وأمه وتقدموا لأختي، كان شكله راجل مبسوط ومع عربية وسيم كمان، مفيش في البيت غيره هو وأمه، وكان مستعجل على الجواز لأن سنه 30 سنة وما عداش شهرين على الخطوبة، وفعلا اتجوزوا. لكن الصدمة لما حصلت تاني يوم جواز، لما رحنا نزور أختي خبطنا على الباب وفتح لنا جوزها وقال: أهلا أهلا يا عمي، أهلا يا حماتي، اتفضلوا سما نايمة جوه، هدخل أصحيها حالا. أهلا بيك يا ابني، جينا في وقت مش مناسب ولا إيه؟ نروح ونرجع في وقت تاني؟ لا طبعا يا حماتي، تنوروا في أي وقت، اتفضلوا أنا هدخل أصحيها حالا. وفعلا دخل، وبعد دقيقتين بالظبط سمعنا صوته وهو بيصرخ من جوه. وأول ما دخلنا على الأوضة لقينا أختي نايمة على السرير ومش بتتحرك، وقال: اصحي يا سما، اصحي يا حبيبتي، اصحي ورد عليا. في ايه يا احمد؟ مالها سما بنتي؟ طمني. دخلت اصحيها لقيتها متردش عليا، سما ماتت يا حماتي. لا مستحيل، انت كداب، انت اكيد كداب، سما كانت كويسة امبارح، اوعى كده من طريقي، انا هصحيها. قربت عليها وحاولت اصحيها، لكن فعلا كانت ماتت. والدتي وقعت اغمى عليها منهارة، ووالدي ما كانش قادر يستحمل الخبر، وانا من الصدمة ما كنتش قادرة استوعب اللي انا فيه. بعدها جبنا المغسلة ودخل عليها احمد علشان يودعها، وقالت: حضرتك جوزها او من اهلها؟ انا لازم اقول لاخواتها على حاجة. حاجة ايه دي اللي لازم تقولي عليها؟ قوليلي انا جوزها، واهلها مش فاضيين دلوقتي. المدام سما في جرح في بطنها، باين عليه لسه جديد، لازم اقول لاخواتها عليه، احسن تكون ماتت مقتولة لا قدر الله. بقولك ايه يا ست انت باين عليكي مجنونة، ازاي ماتت مقتولة وكان فرحها امبارح؟ انا كنت فين يعني لما هي اتقتلت؟ غسليها وانت ساكتة علشان ندفنها بسرعة، امها واخواتها اصلا مش فاضيين، كفاية امها اللي تعبانة في المستشفى، انت عايزة تزودي الحمل عليهم ولا ايه؟ عندك حق يا أستاذ، ممكن تكون عملية قبل الفرح، أنا هغسلها وأمري لله والبقاء لله، ربنا يصبركم. اتفضل اطلع علشان أكمل الغسل. وانتهت الجنازة وكنت حزينة جدا على أختي، ومحدش في البيت كان متخيل إن ممكن يحصل كده، وما تعبت جدا من بعدها، وبابا كمان ما كانش مركز في شغله. لكن بعد وفاتها ب40 يوم اتصل عليا جوزها وطلب إن احنا نتقابل برا، ولما نزلت قابلته وقال لي: أنا عايز أطلب منك طلب يا رحمة، بس ما تستغربيش ولا ترفضي على طول، فكري في شوية، ممكن الفكرة تعجبك. أنا عارف إن الكلام ده هيجي بدري، بس الحي أبقى من الميت، ومفيش داعي للانتظار. أنا مش فاهمة حاجة يا أحمد، اشرح لي كل حاجة بالراحة وفهمني قصدك ايه، علشان أنا دماغي لفت مني. بصراحة كده يا رحمة أنا عايز أطلب إيدك للجواز. انت مش شبه سما، لكن انت بنت كويسة وخلوقة، وسنك كمان قريب من سني، واختك الله يرحمها اكيد مش هتقعدي زعلانة عليها العمر كله ما تتجوزيش، ممكن كمان نستنى كام يوم وبعدها نتجوز، ايه رأيك؟ انت ازاي تقولي الكلام ده يا احمد؟ انت عايز تتجوزني بعد ما كنت متجوز اختي؟
ازاي الكلام ده؟ انت عايز الناس تقول عني ايه؟ وازاي اقبل حاجة زي كده اصلا؟ عادي يا رحمة، ياما ناس بيتجوزوا ازواج اخواتهم او اخوات زوجاتهم علشان بيكون في عيال محتاجينهم يربوهم، ولا حتى من غير عيال بيتجوزوا عادي، والدنيا بتمشي ما بتقفش على حد. اولا اهو انت قلتها، في بينهم عيال وعايزين الخالة او العم يربوا العيال دي، لكن ما كانش في بينكم عيال علشان انا اتجوزك. وفعلا مشيت وانا متضايقة من كلامه، ولما روحت البيت قلت لوالدتي على كل اللي حصل، واتضايقت فعلا من كلامه وبلغت والدي، وتقريبا العيلة كلها عرفت، وهو اتقدم كذا مرة لعندي لما والدي اقتنع، خصوصا ان انا قربت اكمل ال28 سنة ولسه ما اتجوزتش او حد جالي، لاني مش حلوة للدرجة. وجالي والدي واقنعني ان انا لازم اتجوزه، لكن انا ما كنتش مرتاحة، وعملت استخارة وما كنتش مرتاحة برضو، وقلت لوالدي: يا بابا انا مش مرتاحة للموضوع ده، انا عملت استخارة وما ارتحتش للجوازة، ازاي اتجوز بس جوز اختي اللي ما كملش معاها حتى يومين؟ يا بنتي ممكن تكوني مش مرتاحة علشان هو كان جوز اختك، الراجل ما يعيبوش حاجة، وده مش ذنبه، ده قدر اختك، ومش هنعترض على قضاء ربنا. وقعدت أفكر في الموضوع شوية، وقلت ممكن أكون قلقانة فعلا لأنه كان جوز أختي. بعدها وافقت وحددنا ميعاد الفرح بعد شهر، لكن اللي صدمني لما جت الدايبة هي اللي غسلت أختي وقالت لي: ازيك يا رحمة، عاملة ايه؟ أنا جاي أقولك يا حبيبتي على حاجة كان في ضميري، وبأني بنفسي إن أنا لسه ما قلتلكمش لغاية دلوقتي. كلام ايه ده يا خالتي بهية اللي مأنبك واللي مخبيها علينا؟ أنا مش فاهمة حاجة، ريحي بالي الله يريحك. في غسل أختك يا بنتي شفت جرح صغير في بطنها، وقلت ممكن تكون عاملة عملية، وساعتها دخل جوزها عليا وقلت له على الجرح، قال لي إن أنا مش لازم أقول لكم، وإنها ممكن تكون عملية من قبل الفرح. عملية؟ أختي لعمرها دخلت مستشفى ولا كشفت حتى، جرح إيه اللي في بطنها؟ ولسه فاكرة تقولي دلوقتي؟ ليه ما قلتليش من زمان؟ والله يا بنتي كنت هقولك، خفت لا تكون ماتت مقتولة لا قدر الله، لكن ساعتها جوزها منعني ان انا اقول لكم، لكن اول ما سمعت انك هتتجوزيه من الجيران حلمت حلم مش كويس، وقلت ان انا لازم اجي واقولك. طيب هنتصرف ازاي دلوقتي يا خالتي بهية؟ انا خايفة اقول لماما وبابا يحصل لهم حاجة، ومش معايا دليل ان الراجل ده هو اللي عمل فيها كده. انا قلت برضو انا مش مرتاحة له من الاول، واني في حاجة غلط في الجوازة دي وفي جوازة اختي كمان. مفيش حل دلوقتي يا رحمة غير ان احنا نطلع على الاسم ونشوف ضابط ابن حلال ونقوله وهو يقترح علينا هنعمل ايه. وفعلا طلعنا انا والخالة بهية على الاسم، ودخلنا للضابط وحكينا له على كل اللي حصل والكلام اللي قالته خالتي بهية، ورد علينا وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، باين عليكم كده واقعين في عصابة، والراجل مش تمام، المفروض نوقعه في شر أعماله، وده لازم له كمين علشان نعرف نرجع حق أختك. يعني إيه يا حضرة الضابط؟ هو اللي موت أختي، مش ماتت قضاء وقدر؟ والمفروض نوقعه في شر أعماله إزاي؟ لازم تكملي الجوازة دي، وإحنا هنبقى معاكي ومستعدين بعد ما تخلصوا الفرح، أنا والقوة هنستنى تحت البيت، وهتكون معاكي سماعة علشان نسمع إيه اللي بيحصل. وفعلا جه وقت الفرح وأنا كنت خايفة جدا، لأن الموضوع ما كانش حد يعرفه غيري أنا والخالة بهية والظابط، وطلعنا على الشقة بتاعتنا وقال لي: مبروك علينا يا حبيبتي، ادخلي خدي شاور على ما اجهزلك العشاء، وبعدها اخد شاور ونطلع ناكل سوا. لا بصراحة يا احمد انا مش قادرة اتعشى خالص، انا هدخل اخد شاور وبعدها انت تاخد شاور، لاني عايزة انام وجسمي مكسر خالص. طيب على الاقل يا حبيبتي اجهزلك عصير نشربه علشان ما تناميش على معدة فاضية. وقتها سمعت صوت الضابط في السماعة وهو بيقولي: تمام، خليه يجهزلك العصير، بس خلي بالك اوعي تشربي منه، اقنعي ان انت شربتيه. تمام يا احمد، حضر العصير وانا هروح اخد شاور بسرعة. وفعلا دخلت اخد شاور وانا قلقانة، وطلعت لقيته محضر العصير، واقنعته يروح ياخد شاور على ما خلص العصير واستناه، لانه ما كانش راضي يتحرك غير لما اشربه. وبعد ما دخل وسابني دلقته وعملت نفسي شربته،
وبعدين عملت نفسي نايمة على السرير، وطلع لقاني نايمة. وقتها اتصل على مامته، والظابط سمعه وهو بيقول: أيوة يا سوسو، اطلعي لي، أنا شربتها العصير، غلبتني المتخلفة. أختها كانت سهلة معايا، وشربتها بعد ما قضينا ليلة حلوة سوا، لكن دي مش قادرة أبص في وشها. يلا اطلعي بسرعة، خلينا نخلص العملية دي علشان نلحق نهرب من المنطقة. أنا سمعت الكلام ده وكنت خايفة جدا، لكن وقتها القوة طلعت وهجمت علينا، وقبضوا عليه وعلى أمه، اللي بعد التحريات طلعت مش أمه، دي واحدة شغالة معاه في الأشغال الممنوعة. ووالدي ووالدتي عرفوا بالحكاية، والبلد كلها. طبعا حمدت ربنا إن هو نجدني منهم، وزعلت على اللي حصل مع أختي. بس طبعا القانون أخد مجراه، وتعاقبوا طبعا عقاب قاسي اللي كلكم عارفينه: الإعدام. أنا خفت من الجواز والرجالة وقتها، وجات لي عقدة أكتر ما أنا متعقدة، لأني مش حلوة، ورفضت الجواز تماما. بس اتفاجئت لما لقيت الضابط اللي كان ماسك قضية أختي جه وتقدم لي، وأنا قلت له: أنت شايف شكلي مش حلوة، وعارف المشكلة اللي أنا كنت فيها، وجاي تتقدم لي كده عادي؟ ده الناس كلها فكرتني أنا وأختي نذير شؤم. انت بالنسبة لي يا ستي يا أحلى بنت في الدنيا كلها، واللي انت كنت فيه ده مش ذنبك، بالعكس، انت ساهمت ان احنا نقبض على عصابة كبيرة. وبعدين الشكل مش كل حاجة، كفاية ان انت عارفة ربنا وهتصونيني وهتصوني عيالي. وفعلا وافقت عليه وعملنا الفرح بعد سنة. كانت عقدتي فكت شوية من الجواز، وهو طبعا ساعدني وحسسني بالأمان، لأني كنت خايفة من كل اللي حواليا. وتقريبا والدي ووالدتي كانوا اتحسنوا شوية بعد ما شافوا أحفادهم. ربنا أكرمني بولد وبنت، وسميت البنت على اسم أختي سما. ودي كانت نهاية قصة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش لايك واشتراك للقناة علشان تشوفوا قصص جديدة كل يوم. سلام.